تفتكر ليه أجدادنا استخدموا الكركم من آلاف السنين وكانوا بيسموه الذهب اللي بيشفي من جوه؟ الكركم مش توابل، الكركم ممكن يكون أفضل دواء على الأرض. الكركم فيه مادة اسمها الكركيومايد، ودي مضاد التهاب طبيعي بينظف الجسم من السموم. ده غير إن هي بتريح المفاصل وبتقلل وجع الجسم كله، خصوصا للناس اللي جسمها دايما ملتهب وتعبان أو بتحس بألم بدون سبب. ده غير إن الدراسات الجديدة كلها بتقول إن الكركم بيحارب الاكتئاب وبيقلل نشاط الهرمونات اللي بتسبب القلق والتوتر. الكركم حطه على الأكل مفيد، تشربه بكوباية لبن دافي ممتاز، بس لازم يكون معاه فلفل اسود عشان يزود امتصاصه 20 ضعف. ده غير ان هو بيساعد الكبد على التخلص من السموم. بس لازم تعرف يا صديقي ان المكملات اللي فيها كركمين بتكون اقوى من الكركم العادي اللي بيتحط على الطبخ، ولازم يتاخد على وجبة فيها دهون لانه فات سوليبل، يعني جسمنا مش هيعرف يمتصه من غير ما يكون فيه دهون في الوجبة اللي احنا لسه واكلينها. الكركم البودرة العادي فيه 3% بس كركمين، على عكس السبلمنتس الجديدة اللي بيبقى مكتوب عليها من ورا كلمة كوركيومويد أو المادة الفعالة اللي موجودة في الكركمين بيبقى موجود فيها الكوركيومويد بنسبة 95%. فلو عندك وجع في المفاصل، قولون أو صداع مزمن ودماغك مش صافية، حاول تبدأ بالكركم وهتتفاجئ قد إيه جسمك محتاج. وخليك فاكر الكركم مش موضة، دي حكمة قديمة استخدمها أجدادنا ومناسبة جدا لدلوقتي. تابعني في الحلقة الجاية عشان أقول لك أفضل المكملات اللي ممكن ناخدها عشان نقدر نستفيد بالكركم.